العالم كله دلوقتي ما بيتكلمش غير على افتتاح المتحف المصري الكبير. خليني اشرح لك الكلام عليه. يوم السبت اللي جاي كله هيتفرج على عظمه مصر في احتفالات الافتتاح اللي هتفضل شغاله 3 ايام ورا بعض. وخلاص 1 نوفمبر بقى اجازه رسمي للقطاع العام والخاص عشان تتفرج على العظمه براحتك بقى. والاجمد انهم حطوا شاشات ضخمه في الشوارع عشان اللي مش هيعرف يروح يتفرج لايف. ده غير بقى تغطيه الافتتاح اللي هيشوفها اكتر من 2 مليار بني ادم، وكمان في 60 ملك ورئيس دوله هيحضروا الحدث. ولو بصيت على العواميد اللي في الشوارع هتلاقي كل اعلام البلاد اللي جايه محطوطه جنب علم مصر. والمبهر بقى ان الاوركسترا اللي هتشارك في العزف جايين من 79 بلد مختلف تحت اسم موسيقى من اجل الانسانيه، وسط عرض فني ضخم بيتصور من شهور. ولسه مفاجآت الافتتاح كتير زي الدرج العظيم والمسله المعلقه الوحيده في العالم. ده غير ان بطل العرض ده كله طبعا هيكون الملك توت عنخ امون وكنوزه اللي محدش شافها قبل كده، وهتتفتح لاول مره في القاعه بتاعته. وهنشوف اكتر من 100,000 قطعه اثريه جوه المتحف. وعشان العظمه تكمل بقى المزيكا هتبقى من تأليف الأستاذ هشام نزيه، ده اللي عمل مزيكة مون لايت العالمية. واللي ورا الكاميرا بقى هم نفس المخرجين بتوع موكب المومياوات اللي كسر الدنيا قبل كده. وخلي بالك ان المتحف شغال بالطاقة الشمسية ومزروع فيه اكتر من 4000 شجرة، وانت ماشي ناحية البوابة هتلاقي اكتر من 750 مجسم فني. فصدقني لما اقول لك هتعيش تجربة بصرية وتاريخية ما حصلتش قبل. والسؤال بقى، لسه عندك شك ان مصر بتعمل عظمة؟